بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. نهاية قضايا الدولة التي ضربت عبر تاريخ طويل تحمل أمانة الزوج عن مال هذا الشعب وحقوقه ومكتسباته لقادرة على حماية ذاتها واستقلالها وصد أي هجوم ينال من كرامة أبنائها ضد كل متطاول أو حاقد. وليعلم الجميع أن في هيئة قضايا الدولة رجال أشداء لا يخشون إلا الله ولا تأخذهم بالحق لومة لائم وعموا أنفسهم دفاعا عنها وسيتصدون بكل حزم لأسئلة السوء التي تتعرض له وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة هؤلاء المرضى ممن أصابهم الهوى والمجد الزائد وقد احترفوا السياسة فباتت مهنتهم الجديدة وقد باعوا القانون بثمن البخس بعد أن أخذتهم العزة بالإثم ونسوا الضمير والقتل فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإذ يتمسك مستشار هيئة قضايا الدولة باستقلال هيئتهم وبذل كل ما فيه حفاظا على هيئتها فإنهم لا يقفوا صفا واحدا على قلب رجل واحد رافضين بشكل مطلق كل المحاولات السافرة للتدخل في شؤونها أو الاعتداء على اختصاصاتها مؤكدين على أن منهجهم في أداء عملهم يقوم على احترام الدستور والقانون في حيلة تامة لا رقيب عليهم إلا الله وضمائرهم رافضين كافة الادعاءات والمزاعم الباطلة وكل صور التشويه والإساءة والإصرار من جانب البعض على إشكال الهيئة في حسابات سياسية أو تحميلها تبعة أخطاء غضب لا شأن لها بها. وإذ يؤكد مستشار هيئة قضايا الدولة على أنهم لم ولن يكونوا لعبة في يد السلطة التنفيذية أو أداة لنا في يد النظام يحركها الله كيف يشاء ولم يملك أحد على ذلك ولن يقبلوا أبدا بذلك مهما جلبه الأمر. وإذ يعلن المستشار وهيئة قضايا الدولة رفضهم الشديد لما صدر عن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة من التصريح صراحة في حيادية الهيئة. وإذ يعلن المستشار وهيئة قضايا الدولة رفضهم الشديد لما صدر عن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة من التصريح والطعن صراحة في حيادية الهيئة والتدخل غير المقبول في صميم اختصاصاتها الدستورية في محاولة بالية للسطو على هذه الاختصاصات. فإننا إذ نحذر رئاسة مجلس الدولة من اتباع هذا النهج إياكم والتدخل في شؤون الهيئة أو الاقتراب من عينها وإلا كان ما يقدر يقوم به ولا قدر الصفر على تحقيقه. ويتعلموا أن هناك حدودا يحمون ويحرقون مال هذا الشعب وأملاك الدولة وخزانة المصريين ولا نزيد على ذلك. وتأكيدا على استقلال الهيئة ورد كافة أشكال التدخل في أعمالها لأننا نؤكد ونقول للسيد المستشار القانوني للسيد رئيس الجمهورية عليك بنفسك ولا تتحدث بلسان هيئة قضايا الدولة. عليك بنفسك ولا تتحدث بلسان هيئة قضايا الدولة وأعضائها وقد بان أنها وحدها المنوط بها دستوريا وقانونيا أخطاء الأحكام من عدمه حتى لو تعرضت هذه الأحكام بمؤسسة الرئاسة
ورقبها عليها ما تورطت فيه المحكمة الإدارية العليا من تقديم ما يفيد موافقة الرئاسة على الطاعة بشكل الفصل الخاص بوقف انتخابات مجلس النواب، فإنه يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة والعرف القضائي المستقر عليه، والتي أعطى هيئة قضايا الدولة ولاية النيابة القانونية على الدولة بكافة عناصرها وسلطاتها، وبدأ التخصص الواضح بين النيابة القانونية والوكالة التي لا يجعله أصدر قائد للقانون في محاولة لكي من كلام الهيئة واستقلالها وتجريدها من هذه الولاية وضع مبدأ جديد يخالف القانون والدستور والمستقر عليه في أحكام القضاء. ولقد تلقينا بذلك الأسف مسك السيد المستشار وزير العدل في مصارعته ليكون أول من يخالف الدستور الجديد وضع قانون الوساطة في منازعات الاستثمار تعديا واقتصادا لاختصاصات الهيئة المنوطة بها وحدها تسوية المنازعات في الدستور الجديد، وزاد الأمر سوءا تمسكه بقانون فصل المنازعات رغم عدم جدواه مجاملة لأصحاب المصالح الخاصة وليجعل المواطن المصري إلى الجحيم. عفوا يا الوزير، لقد بعت نفسك وتاريخك ومبادئك للسلطان والمنصب والكرسي. وختاما، إذ يؤكد مستشار وهيئة قضايا الدولة أن الثورة التي قامت في ربوع مصر صباح يوم 25 من يناير 2011 كان ثمنها دماء خيرة شباب هذا الوطن، وأنه وفاء لهذه الدماء الذكية لا يكون من المقبول أن تبقى الأوضاع كما كانت دون إصلاح أو تغيير، فإننا ماضون العزم والإرادة على إصلاح ما أفسده وصنعه الماضي البسيط في كيان الهيئات القضائية ليتحقق المنظومة القضائية كامل استقلالها. وإننا لنعاهد الله والوطن والشعب المصري بأننا لم ولن نفرط في الأمانة والواجب ما حيينا، وإنه لا سلطان علينا من أي جهة في الدولة، ولا نقبل بتدخل أي سلطة كانت في أعمالنا وشؤوننا، ولن نأتمر إلا بأمر الدستور والقانون. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. جمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة.